صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الورد، صباح المحبه. اسمحوا لي ارحب بكم بالترحيب مع فقره جديده من فقرات مطبخ في برنامج صباح الخير يا عراق. اعزائي، طبقنا هذا اليوم راح يكون هو شيش طاووق. كثير نسمع عن الشيش طاووق وكثير يعد بطرق مختلفه في مطاعمنا وفي منازلنا ايضا. اليوم راح نقدم بطريقه خاصه بنا احنا كمطبخ العراقيه، راح اقدمه بطريقته الحقيقيه وبدون اضافات، وحتى يكون طبق سهل وسلس ايضا ونستمتع بطعمه المميز. مكونات طبقنا هذا اليوم راح تكون هي كالاتي: دجاج نصف كيلوغرام سواء كان فخذ او صدر، يعني اللي يعجبنا احنا اساسا من الدجاج اذا كان فخذ او صدر ممكن نستخدمه بسهوله. وايضا نحتاج الى بصل، يعني اذا كان الفخذ او الصدر نصف كيلوغرام نحتاج الى بصل 150 غرام الى 200 غرام، ونحتاج الى فلفل اخضر 150 غرام، وطماطم 200 غرام. هذه المواد المضافه مباشره مع الطبق، يعني مخلوطه معاه، بالاضافه للملح والتوابل اللي راح نستخدم بها الزنجبيل والابهار الابيض اللي دائما نستخدمه مع اللحوم البيضاء، وايضا راح نستخدم الرز الابيض المطبوخ كمرافق لطبقنا هذا اليوم. اعزائي، مثل ما تشاهدون احنا مجهزين كل التفاصيل الخاصه بطبقنا، يعني كلها بسيطه: البصل والطماطم والفلفل الاخضر والدجاج ايضا. راح نبدي المرحله الاولى لعمليه طبقنا هذا اليوم. نضيف كميه بسيطه من الزيت في المقلاة، انتظر فقط انه يعني يكون عندي الزيت ساخن، وبعدها نبدا نضيف الدجاج كمرحله اولى. نجي بعدها عمليه تحريك الدجاج، نحاول نوزع الدجاج في كل المقلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدها راح ابدي اضيف البصل الان، ونبدأ نقلب الدجاج والبصل بشكل جيد. خلينا ايضا نبدأ ناخذ الان توابل، ناخذ زنجبيل رشة بسيطة فقط حتى نعطي نكهة مميزة للطبق. الابهار الابيض اذا اردنا او عجبنا نضيف كمية بسيطة من الكمون ما في مشكلة، ممكن انه نضيف الكمون ايضا. هالاثناء راح ابدي اضيف اني الطماطم حتى تكمل استواءها مع الدجاج. ايضا عندي الفلفل الاخضر راح ابدي اضيفه الان، وابدي احرك المزيج. وبدا يعني عندنا الطبق يعني ينطبخ بشكل سريع، بدات الخضروات تذبل وتجهز، بدا كل شيء عندي يكون مميز وجاهز. ما هي دقائق بسيطة حتى يكون طبقنا كامل. بالاثناء ناخذ حبة ليمون واعد منها شرائح مثل ما تشاهدون اعزائي. الطبق الان اصبح جاهز، خليني بس ابدي اسكب المزيج. الطريقة البسيطة الترتيب البسيط. وعندي الآن الشيش طاووق صار بالطبق، يعني احنا قدمناه بطريقة بسيطة مثل ما قلنا.
الطريقة ما نقدر نقول البداية، ولكن الطريقة البسيطة السهلة. يعني بس نبدأ نرتب. الطبق حول الرز، ناخذ قطع الليمون نوضعها بهالشكل، اللي تشاهدوه. وبعدين صار طبقنا بهالشكل البسيط، صار الطبق الآن جاهز. خليني بس أبدي أضيف كمية بسيطة من البقدونس حتى نعطي الشكل الكامل للطبق. أعزائي بهالشكل طبقنا أصبح جاهز. اللي ضفناه فقط هي كمية بسيطة من صلصة فلفل أحمر حتى نكسر حاجز اللون اللي موجود بالرز الأبيض والطبق الأبيض. اسمحوا لنا نودعكم على من لقاء بكم غد إن شاء الله مع طبق آخر، وأقول لكم في أمان الله.